بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو حب الذات. إزاي تحبي ذاتك وإزاي تكوني واثقة من نفسك. حب الذات مش كلام حلو بنقوله لنفسنا، هو طريقة تعامل يومية مع نفسك، خصوصا في اللحظات اللي بتكوني فيها ضعيفة أو متوترة. خليني أكون صريحة معاكي، أكبر سبب بيخلي الإنسان مش بيحب نفسه هو إنه طول الوقت شايف نفسه مش كفاية، مش أم مثالية، مش منظمة، مش هادية، مش ناجحة كفاية. وده بيخلي صوت جواكي دايما بيجلدك بدل ما يساندك. حب الذات يبدأ من هنا. أولا، غيري طريقة كلامك مع نفسك. بدل ما تقولي أنا فاشلة، أنا عصبية، أنا مقصرة، قولي أنا بحاول، أنا بتعلم، أنا بتغير. الفرق بسيط في الكلمات لكنه كبير جدا في الإحساس. تاني حاجة، اقبلي إنك مش كاملة. مفيش أم كاملة ولا إنسانة كاملة. الكمال هو بيتعبك، لكن التطور الحقيقي هو إنك كل يوم تبقي أحسن شوية، مش مثالية. تالت حاجة، ادي لنفسك قيمة مش بس دور. انت مش بس أم أو زوجة أو ست بيت، انت إنسانة ليها مشاعر، طموح، تعب، وحق إنها ترتاح وتفرح. لما تنسي نفسك تماما طبيعي تحسي إنك ضيعة. رابع حاجة، اهتم بنفسك حتى لو بحاجات بسيطة. مش لازم وقت كبير ولا فلوس، كلمة حلوة لنفسك، دقيقة هدوء، شاور دافي، لبس بتحبيه. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في إحساسك بنفسك. خامس حاجة، بطلي تقارني نفسك بغيرك. كل واحدة وليها ظروفها وحياتها. المقارنة بتسرق ثقتك وبتخليكي دايما شايفة نفسك أقل. سادس حاجة، سامحي نفسك على الماضي. أخطائك مش معناها إنك وحشة، دي معناها إنك إنسانة. اللي فات خلاص انتهى، المهم انت هتعملي ايه من دلوقتي. أما الثقة بالنفس مش بتيجي فجأة، بتتبني من أفعال صغيرة. لما تعملي حاجة وتكمليها للنهاية، لما تلتزمي بكلمة قلتيها لنفسك، لما تقفي قدام موقف صعب وما تهربيش. كل موقف بتعدي عليه بيزود جواكي إحساس حب الذات مش رفاهية، حب الذات إنقاذ. لما ما تحبيش نفسك بتعيشي طول الوقت بتستني حد يقدرك، كلمة حلوة تفرحك، نظرة رضا تطبطب عليكي. لكن الحقيقة المؤلمة، اللي مش شايف نفسه يستاهل عمره ما هيصدق حد بيحبه بجد. انتي مش محتاجة حد يجي يقولك انتي جميلة وقوية، انتي محتاجة تصدقي ده من جواكي حتى لو الدنيا كلها سكتت. خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة، اللي ما بيحبش نفسه بيأذي نفسه من غير ما ياخد باله، بيضغط على نفسه لحد الانفجار، بيسامح الناس على حساب كرامته، بيسكت وهو موجوع، ويفضل يدي 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 لحد ما يفضى، وبعدين يقول ليه أنا تعبانة. حب الذات مش كلمة، ده حدود. يعني ايه؟ يعني تبقي عارفة تقولي لأ، عارفة تبعدي عن اللي بيتعبك، عارفة ان مش كل حاجة لازم تستحمليها، مش اي حد يستاهل طيبتك، ومش اي كلام يتقالك لازم تسكتي عليه. حب الذات انك تبقي في صف نفسك مش ضدها. بدل ما تعاقبي نفسك على كل غلطة، اسألي انا محتاجة ايه دلوقتي، راحة ولا دعم ولا هدوء. مش أصعب لحظة هي لما تبصي لنفسك وما تحبيهاش، لكن الأجمل إنك رغم ده تقرري تحبيها، مش عشان كاملة لكن عشان ما فيش غيرها. الثقة بالنفس بتيجي من المواجهة مش الهروب. كل مرة بتخافي وتعملي الحاجة برضو ثقة، كل مرة بتغلطي وتتعلمي ثقة، كل مرة بتقفي بعد ما تقعي ثقة. الثقة مش أنا جامدة طول الوقت، الثقة هي أنا بضعف بس برجع أقف تاني. اسمعي الجملة دي كويس، انت مش قليلة، انت بس متعودة تشوفي نفسك كده، وكل يوم بتعيشي بنفس الفكرة بتأكديها. غيري الفكرة تتغير حياتك. الثقة بالنفس مش إحساس بيجي فجأة، ده قرار بيتكرر كل يوم، حتى في الأيام اللي بتحسي فيها إنك ضعيفة. خليني أكون واضحة معاكي، انت مش ناقصة ثقة، انت تعودتي تشوفي نفسك قليلة.
الثقة بالنفس يعني ايه بجد؟ يعني تبقي عارفة انك ممكن تغلطي ومع ذلك ما تكرهيش نفسك، يعني تخافي وبرضه تعملي الحاجة، يعني ما تبقيش كاملة بس واثقة انك تتعلمي وتتحسني. اكتر حاجة بتكسر الثقة صوتك الداخلي، الصوت اللي بيقولك انت مش قد كده، غيرك احسن منك، هتفشلي. الصوت ده مش حقيقي، ده مجرد تكرار قديم انت صدقتيه. الثقة تبدأ من مواقف صغيرة جدا، لما تقولي لا في حاجة مش مريحة ليكي، لما تكملي حاجة بدأتيها، لما تمسكي نفسك قبل ما تزعلي وتتحكمي في رد فعلك، لما تقعي وتقومي تاني. كل موقف من دول بيبني جواكي إحساس أنا أقدر. خلي بالك من دي، الناس الواثقة مش بيبقوا أحسن منك، هما بس ما بيجلدوش نفسهم على كل حاجة، بيغلطوا عادي، بيتكسفوا عادي، بيخافوا عادي، لكن الفرق انهم ما بيقفوش عند ده. لو عايزة ثقة حقيقية ما تستنيش تبقي مثالية عشان تثقي بنفسك، ابدأي وثقي بنفسك وانت لسه بتتغيري. جملة خليها معاكي، انا مش محتاجة اكون كاملة، انا محتاجة اكون شجاعة. خليني ابسط لك يعني ايه حب ذات ويعني ايه ثقة. حب الذات هو انك تبقي في صف نفسك مش ضدها. يعني ايه؟ يعني لما تغلطي ما تكسريش نفسك بالكلام الوحش، ولما تتعبي تسمعي لجسمك ومشاعرك، ولما تحتاجي راحة ما تحسيش بالذنب. حب الذات مش انك تشوفي نفسك كاملة، حب الذات انك تقبلي نفسك بعيوبك وتعامليها برحمة. والثقة بالنفس هي احساس انك تقدري، مش انك ما تخافيش، لكن انك تتحركي رغم الخوف. يعني تدخلي تجربة جديدة، تقولي رأيك، تاخدي قرار وتبقي عارفة ان حتى لو غلطتي هتتعلمي وتكملي. الفرق بينهم ببساطة، حب الذات بيساوي انا بحب نفسي، والثقة بالنفس بيساوي انا واثقة اني اقدر. العلاقة بينهم ايه؟ لو ما بتحبيش نفسك هتفضلي شاكة في نفسك طول الوقت، ولو عندك ثقة بس ما بتحبيش نفسك هتفضلي قاسية على نفسك ومش مرتاحة. مثال حقيقي من حياتك، لما تغلطي مع أولاد، لو عندك حب ذات هتقولي أنا غلطت وهصلح من غير جلد. لو عندك ثقة هتعرفي إنك تقدري تبقي أم أحسن وتغيري. الخلاصة، حب الذات بيهديكي من جوه، والثقة بالنفس بتقويكي في تصرفاتك، والاتنين مع بعض بيساووا راحة زائد قوة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.